تعمل ايه عشان تعدي الفترة الصعبة لو انت فقدت شخص عزيز عليك في حرب او نكبة؟ معاكم نهلة عبد الباقي، اخصائية نفسية. قبل بس ما نبدأ في اي حاجة خلينا نتفق على شوية حاجات قبل ما نقول اي حاجة. من الصعب جدا وداع شخص عزيز عليك اتوفى في حرب او في نكبة، فشعورك بالذنب في يومك في الوقت ده شيء طبيعي جدا. فعشان ان احنا نحاول نخفف من شعورنا بالذنب في الاوقات اللي زي دي، هقول لكم على شوية حاجات لو احنا حاولنا ان احنا نعملها هتخفف علينا كتير جدا من شعورنا بالذنب. حاول بينك وبين نفسك انك تشكر الناس اللي كانت عزيزة جدا عليك وتوفت في الفترة دي. اشكرهم على كل حاجة حلوة هم عملوها علشانك، وانهم كانوا جزء مهم جدا من حياتك. حاول في الفترة دي ان انت تصالح نفسك، ودي فرصتك ان انت تحاول انك تقبل كل المشاعر الصعبة اللي انت مريت بيها في الوقت ده، وانك تكون مؤمن ان انت بني ادم مش كل حاجة تقدر تعملها. في حاجات انت هتقدر تعملها وفي حاجات انت ممكن ما تقدرش تعملها، بس على الرغم من كده انت بتحاول وبتقاوم عشان تعرف تسترد الارض بتاعتك. فحاول تعمل الحاجات اللي لو الشخص اللي توفى ده كان عايش وشافك بتعملها هيكون فخور